طلاب وطالبات، أجداد وآباء وأمهات وحضور، سدد خطواتنا في مسالك الحق والعدل والاستقامة والعطاء وكل عمل صالح، واجعلنا نستلهم دوما تعاليمك الإلهية وتعاليم كنيستك المقدسة وقيم مجتمعنا الحميدة، حتى إذا أتممنا المهمة التي أريدت بها على أقدامكم ثابتة على أرض هذا الوطن دون غرور تشع براءة وعلما وأخلاقا، كنوز مثقلة بالعقل الرصين، شموع تنير سراديب مجتمعنا المتعطش للعلم والأخلاق والهداية، نسرحها اليوم ونزفها بخطى واثقة وثقيلة لمجتمعنا الأمس وننطقي أجنحة الخيال والذاكرة، نستعيد بعضا من أيام كنتم فيها على مقاعد الدراسة. الخريجة التي ستشاركني عرافة هذا الحفل كما ذكر الأستاذ عاصم تخرجت من المدرسة سنة 2005، تعمل وتتعلم وستتخرج بعد شهر من كلية الطب في معهد التخييم. تعشق اللغة العربية وتكتب الشعر أحيانا، تحب الموسيقى وتحب الرياضة وتمارسها، تخطط هبة لمواصلة عملها الأكاديمي في البحث العلمي. لم يبقى أي من المعلمين والمعلمات إلا واحتفى بها حين زارتنا قبل يومين في ساحة المدرسة، وعلى محياهم ابتسمت بسمة مفعمة بالأمل. أتذكر اجتماعنا في كل صباح لسماع كلمات أبونا الياس والنصائح القيمة التي غرست عميقا في أذهاننا. أتذكر وكل زاوية في هذا البيت تروي قصة حلوة المسمع، وبها صورت وجوه رفاقي وأصحابي. وأريد أن أخص بالذكر شخصا غاليا، شخص قد أعطى بكرم وسخاء شديدين، أعطانا المحبة والانتماء لهذا المكان. لنطلعكم بالإنجيل الكريم أبناء الله، أنتم طلابنا وطالباتنا الأعزاء، يا من يسكنكم بالروح قوما بالخير غنيا بالفضائل في ظل حكمة الأسفار المقدسة. وإني لأشهد أن مدرستكم صرح رائع على المستويين التعليمي والتربوي، فحافظوا عليه ليكبر بنا ويستمر.
إلى صناع الماضي والحاضر، إلى القضاء والمهنة التي لا تهدأ. أهالينا الأحباء، أهلا الأحباء، تستحقون لغة جديدة، لغة تولد حروفها راكعة حبا وتقديرا. فلطالما كنتم لنا السند الأب، فيكم وجدنا الدفء والحنان وقسوة تحملنا على السير في باب السر. معلماتنا ومعلمينا الأعزاء، لكم الشكر على البذل المحب المخلص، على عطاء لا يعرف الضجر، وعلى حاجز أنزلتموه من فوقنا لتكرمونا وتذكرونا أن لا حدود تخوف ولا سدود تصادق. لا بد لنا أن نعترف بكلمة حق على جميع مما يراه من أهل ومن أصدقاء مجتمعين هنا لهدف واحد، أن يتوجوا عطاءهم ذا السنوات الطويلة لأبنائهم، يتوجون عطاءهم بتتويج أبنائهم وبناتهم في ختام مرحلة هامة جدا من حياتهم. إليك أيها المدير المحترم عاصم ورمزي، وأنت يا الياس أبو غنيمي،